ايه ده؟ هي البرازيل اللي كانت بتلعب؟ ده البرازيل واحلى من كده. وبعدين ده المكنه طلعت قماش، مش قماش بقى، ده المكنه طلعت ذهب. المكنه طلعت ذهب. لعيبه الاهلي تحس ان هي كانت في حته تانية، يعني كانت في جره وطلعت بره زي ما احنا بنقول. لعيبه النادي الاهلي عملت كل حاجه في الشوط الاول. تعالى كلمنا عن امام وتريزيجيه ومحمد هاني وامام عاشور. اللعيبه عملت مجهود. لعيبه بامانه بتلعب كوره. يعني عايز اقول لك ان احنا بقى، معلش انا اسف في الكلمه، احنا كده عندنا مدرب يعني مش عايز اقول سباك، يعني انا مش عايز اقولها، انت فاهم. النهارده حسام حسن خلى اللعيبه تطلع البص كل حاجه عندها. النهارده المكنه طلعت قماش للاعيبه النادي الاهلي. تعال اقول لك ان النهارده منتخب مصر استفاد حاجات كتير جدا. اولا طبعا واحد زي هيثم حسن، بسم الله ما شاء الله، لعيب كويس، لعيب جامد جدا، تمام. استفدت واحد زي محمد عبد المنعم، النهارده رجع في الفورمه، واعتقد ان هو بنسبه كبيره رجع. وبعدين النهارده منتخب مصر مكاسبه كتير جدا جدا جدا. النهارده منتخب مصر بيلعب كوره، انا بقالي كتير ما شفتش المنتخب المصري كده بامانه. النهارده كوره ضغط، بيلعب تسليم وتسلم الكرة براحته خالص. الكرة بتتقطع بياخدها بسهولة. منتخب مصر النهاردة عمل كل حاجة على منتخب السعودية، وألف ألف مبروك للمنتخب المصري. ويا رب يا رب يعني نستمر كده. منتخب مصر لو لعب كده أعتقد إن احنا كنا خدنا بطولة أفريقيا.